هل تعلم ماذا يحدث للميت في أول ساعة في القبر؟ المرحلة الأولى هي مرحلة الضمة، وهي ضمة شديدة على غير المؤمنين وخفيفة على المؤمنين، لكن لا يسلم منها أحد. لا تنسى وضع اللايك واشتراك واستغفر الله، واعلم أن يدك شاهدة عليك يوم القيامة. المرحلة الثانية هي مرحلة نزول الملائكة. تنزل الملائكة فيجلس الإنسان، ثم بعد ذلك يسأل 3 أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ المؤمن يقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، ويكررها لأنه سعيد لأنه عرف الإجابة. المرحلة الثالثة هي جليس القبر. فجأة ينزل عليه رجل فينظر إليه، فإن كان شكله جميلا ومنظره حسنا فيسأله: من أنت؟ فيجيب: أنا عملك الصالح. فعندها يسعد المؤمن ويفرح. أما إذا كان العكس فإن رجلا سيء الوجه سيء الرائحة كريه المنظر ينزل إليه فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك السيء.